حاجة تانية كنت عايزة اعرفها، ازاي اعرف ان انا وصلت لحاجة او ان في نتيجة او ان انا ماشية صح او ان انا بتمرن صح؟ بس برضه ان انا هعرف منين؟ يعني واحدة عمرها مثلا راحت الجيم اول مرة نزلت اتمرنت وكده، هي مش عارفة. بتتمرني لوحدك ولا مع مدرب؟ الاتنين. اوكي طيب، لو انت بتتمرني لوحدك وعارفك مثلا انت تخسي ماشي، احنا دايما مش بنبص للميزان. اوكي. احنا دايما بنبص للهدوم، اللبس بتاعك. في اماكن بتجمع فيها الدهون بنسبه اكبر من باقي اماكن، زي منطقه مثلا البطن. فلو البطن بتخس ومفيش ترهلات وستريتش ماركس بتحصل، فكده معناه ان انا ماشيه ماشيه صح. فلازم نبدا نتشيك كل اسبوعين 3 نشوف لبسنا بيقول ايه. اوكي. نفس الكلام نشوف الاماكن اللي العضلات بتزيد فيها، العضلات الخاصه بالانثى مش العضلات الخاصه بالولد. ايوه. اوكي. بيبقى في ماسل تونينج في العضلات، يبدا عندك الحمل بتاع التدريب بتاعك بيعلى، الوزن اللي انت بتشيله بيبدا يعلى، فده معناه ان العضلات بيبقى فيها انديورنس وسترينث اكتر. حاجات تانية زي مثلا التعب في التمرين، ما بقيتيش تتعبي زي الاول، بقيتي بتحبي التمرين. ففي تغيرات انت بتبداي تشوفيها حتى في الحياه اليوميه اللي انت بتعيشيها. لو بتطلعي الاسانسير فبتطلعي على السلم مش حاسه باي تعب ولا اي حاجه، فده معناه ان الفتنس ليفل بتاعك بيبدا يعلى. لو بتتمرني مع مدرب، انت دايما بتساليه، او لما تختاري المدرب بتشوفي هو متخصص في ايه، هو دارس في ايه. احنا مش بنبص على البادي شيب خالص بتاع المدرب، عشان نقول مش معنى كده ان المدرب يبقى بكرش وبيشرب سجاير والكلام ده كله، لان فاقد الشيء لا يعطيه حتى لو قال عكس كده. بس لازم نكون نشوف هو متخصص في ايه ودارس ايه وبيعمل ابديت للشهادات بتاعته ولا لا، وايه الريزلتس اللي عملها مع الناس اللي هو مرنهم، وهل هو ملتزم بيراعي ادبيات المهنه ولا لا. وبعد كده نبدا نشوف بقى البروجرس اللي بيحصل لك. يعني مثلا لو احنا قلنا ايه، تعالى خسسك 10 كيلو في شهر، هل الكلام ده بالبيولوجيك كده واقعي؟ انت عشان تتخني 10 كيلو بتقعدي فتره طويله جدا، فهل هتخسيهم في شهر؟ مستحيل طبعا. فده كده بيبيع كلام مش بيبيع نتيجه. فلازم النتائج اللي انت قلت له عليها يبقى هو عامل حاجه اسمها جول سيتنج، ويشوف النتائج دي قابله للتحقيق ولا لا، واقعيه ولا لا، ويبدا يشرح لك ده. وفي نفس الوقت تبدا تشوف بقى الترانسفورميشن اللي بيحصل لك دي باي دي، ويكون هو فاهم شغله، مش مجرد حد ماسك موبايل يقول لك كملي وانت بتعملي التمرين غلط ومش مركز معاكي خالص. اوكي حلو. يعني ازاي برضو اعرف اتحكم في جسمي اكتر، في ان انا يبقى يعني امرن جسمي كله، مش بس اركز على فوق بس، او فاهم قصدي، يعني يبقى في بالانس، فاهم؟ فانا دي برضو نقطة صعبة، لاني لما مثلا بتمرن الرجل مثلا خلاص ببقى كده يومي انا مش قادرة اكمل. فهو المفروض اليوم نعمل في اليوم الواحد كله ولا بنقسمها ولا اوكي على حسب التريننج ميثودز اللي احنا بنتمرن بيها، وعلى حسب كمان البادي شيب بتاعك. في بنات جسمها مليان من فوق ورجليها رفيعه، وفي العكس رجليها مليانه والابر بادي عندها رفيع جدا. وفي بقى ايه ابر ولور الاثنين مع بعض، وزنها يكون مثلا عندها سمنه او اوفر ويت، فوزنها بيبقى اكبر. عشان كده برضو هنرجع تاني بنعمل اسسمنت ونبدا نشوف العضلات اللي فيها امبالانس ونبدا نتمرن. علشان كده تلاقي مثلا لو بنت عايزه تخس فتروح تقول انا عايزه مثلا الجلوتس يبقى شكلها احسن، رجليها تبقى مشدوده اكتر، فتيجي تتمرن فتلاقي السايز بيكبر بس الدهون مش بتقل. الشكل الشيب مش بيتغير، في سلولايت في ستريتش ماركس وحاجات زي كده، مع انها بتعمل تروح الجيم وبتتمرن. فاكيد هنا في حاجه غلط، يا اما التمرين يا اما الاكل. فلازم علشان نتمرن صح نشوف التمرين ده بيوصلنا للجول بتاعنا ولا لا، والاكل اللي احنا بناكله بيسرفز على الجول بتاعنا ولا لا. يعني التمرين لوحده ما يكفيش، لازم برضو تدريب وتغذيه. تغذيه. وكمان في حاجه مهمه جدا، الحته بتاعت التهيئه النفسيه او العامل النفسي لازم يكون كويس. يعني عندنا دايما مثل بيقول مش مصري، خلي ولي، يعني كبر دماغك. حلو. فاهم قصدي؟ يعني اي حاجه تيجي على صحتك النفسيه حاول تسكبها او ما تديهاش اكبر من حجمها، عشان انت هتزعل وجسمك هيزعل وممكن يحصل مشكله. ممكن يحصل وفاه، ممكن يحصل جلطه، ممكن يحصل ووتر ريتنشن، ممكن يحصل هرمونز امبالانس، ممكن لو الواحد ضغط على نفسه في التمرين يجيله جلطه مثلا او حاجه او كده ولا ايه؟ اصلا سمعت قبل كده شفت يعني حاجات زي دي. لا هو التمرين مش هيجيب له جلطه، هو حاجات ثانيه هتجيب له جلطه. هو ممكن يكون هو عرضه لده، عشان برضو كده في الهيلثي فورم اللي احنا بنخلي العميل يملاها في الباور اند سترينث عندنا، بنشوف لو في تاريخ مرضي او حاجه او لا. فلو والدته او والده كان بيجي له جلطات، ففي تحليل احنا بنطلبه منه بنشوف هل هو عنده عرضه قابليه للجلطات دي ولا لا. بس في فرق ان انت تعملي اوفر تريننج وتقعدي مثلا ساعتين 3 في الجيم، ده كده بتدمري نفسك مش هتستفادي. وفي فرق بين ان انا عندي مشكله صحيه وانا مش عارف، زي مثلا الكوليسترول العالي ملهوش اعراض، البرد او بيليه اعراض بتاع طاسي والكلام ده كله، حراره شويه، فاهم قصدي؟ انما الكوليسترول ده بنسميه القاتل الصامت، ولا بتحس بيه ولا بيديك اي الارم.
فلازم تعملي التحليل بتاع الليبيد بروفايل مثلا عشان نشوف الكوليسترول بيقول ايه. فتخيلي حد مش عارف ان هو كوليسترول عالي، فممكن لا قدر الله يحصل صلب في الشرايين او يجي له هارت اتاك او جلطه. اكيد. هو ما يعرفش، هو مفكر ان هو زي الفل، وتكلم معاه ويتحرك ممتاز جدا. فعشان كده بنقول ان التدريب مبني على اسس علميه، مش باي لاك، مش يلا خش الجيم سخن ويشيل اوزان واتمرن، عشان ممكن يحصل له مشكله صحيه. فعشان كده بس الجيم يجيب له جلطه لا، ممكن يجيب له اصابه يعني. هو بيتمرن غلط. طيب هو المفروض يعني الوقت الواحد يعني يروح الجيم قد ايه يعني يبقى قصدي ساعة، يعني انت قلت ساعتين هيبقى كتير قوي. طب هو المفروض قد ايه بقى؟ اوكي، لو انت بتتمرن بالاوزان حلو قوي من 40 ل 50 دقيقه، مش اكتر من كده. فاهم قصدي؟ دي حاجه ليه؟ علشان الكاتابوليك هرمونز بتبدا بعد الوقت ده بتبدا تنشط، يبقى وقت كبير جدا جدا يحصل فيه اوفر تريننج. فاهم قصدي؟ الحاجه الثانيه لو انت بتعملي كارديو معاكي لحد 90 دقيقه 120 دقيقه. اوكي. بس طبعا بنبدا نعمل توزيع للتمرين الاوزان او تمرين الكارديو، تمرني كم مره في الاسبوع وتريحي قد ايه، والريكفري بلان بتاعتك بتقول ايه، والبادي اناليسيز اللي احنا بنعمله علشان نشوف لو عندك ماسل امبالانس او حاجه بتقول ايه، علشان ما يحصلش مثلا اصابه. يعني مثلا لو حد عنده ماسل شورتنس في العضلات بتاعه السمانه وجري مثلا لمده ساعتين او عمل اكتيفيتي فيها كارديو جامبس او بيربس او حاجات زي كده، ممكن يحصل له قطع في الوتر بتاع اكيلس او اصابه في السمانه. فاهم قصدي؟ فلازم نعمل اناليسيز. بس انت تقدري تتمرني من 40 ل 50 دقيقه لو بتتمرني باوزان كارديو، معاك 90 دقيقه 120 دقيقه. تمام. وده لو انت بيجنر او متوسطه في التدريب او متقدمه، اللي هو الساعتين كارديو في اليوم. فبتبداي ستيب باي ستيب. بس الافضل ان انت تتمرني 50 دقيقه لو هتعملي كارديو مع التمرين بالاوزان، يعني معاكي ساعه و10 دقائق، ساعه وثلث كده. هنبدا بقى بفقره الترندات. يلا بينا. تمام. زي ما احنا طبعا بنسمع دلوقتي عن الشات جي بي تي والاي اي والكلام ده كله، هل ممكن ده يغنينا عن كوتش حقيقي بدل بقى ما ندفع فلوس وكده نوفر فلوس الموضوع يبقى اسرع يعني؟ وهو اكيد مش هيدينا معلومات غلط. طيب حضرتك رايك ايه؟ هرد عليكي وبعد كده اشرح لك لا ليه. احنا ممكن برضو الشات جي بي تي يغنينا عن دور الدكتور، المهندس، طباخ، شيف، يغنينا عن حاجات كتيره جدا. فاهم قصدي؟ فطبعا لا، المدرب ده اساسي. شات جي بي تي مش هيديكي برنامج تدريبي معمول خصيصا عشانك انت. احنا ممكن ندخله بالظبط، احنا ممكن ندخله الوزن وطول ونفسي اخس ولا ازيد وزن، واقول له لو عندي حاله صحيه او باخد ادويه، واقول له كل حاجه. فانت مش عارفه الحاجات اللي انت تدخليها للشات جي بي تي. ادي واحد. حتى لو دخلت الاحداثيات دي كلها وجبنا شخص تاني عنده نفس الوزن ونفس السن ونفس كل حاجه واداله نفس الداتا، هيديله نفس البرنامج التدريبي ونفس النظام الغذائي. انما البروفيشنال كوتش او البيرسونال ترينر، حد سيرتيفايد وفاهم هو بيعمل ايه وحد عنده نوليدج وعلم، هيقدر يعمل ايه بقى؟ يعمل لك ايفالويشن، يشوف الفتنس ليفل بتاعك بيقول ايه، يشوف بقى الاسئله كتيره جدا جدا. احنا قلنا بس منها بتاع 4-5 اسئله، في اسئله تانية كتيره جدا عشان نبدا نحدد بس هتتمرني كم مره في الاسبوع، نوع التمرين بتاعك ايه، الاوزان اللي انت هتتمرني بيها اللي هي الانتنسيتي بتاعتك، الفترات الراحه بين التمرين يديكي نتيجه في الاخر. شات جي بي تي مش هيعمل ده، هو يديك البيزك. حتى لو انت طلبت منه ده وقلت له انت متخصص كمدرب او اخصائي تغذيه عشان تديني نظام زي ده، هو هيقول لك لا. فاهم قصدي؟ الحاجه الثانيه، المدرب هيحفزك ويشجعك ويزقك تتمرني ويخليكي ما تكسليش. شات جي بي تي مش هيعمل ده. المدرب هيديكي دعم حتى لو هو دارس سايكولوجي او عنده خلفيه عن ده، او حتى لو بيعرف يتكلم كويس هيعرف لو انت عندك دروب او حاجه يقول لك لا ركزي في التمرين ومش عارف ايه، ويلا ما تقعديش في البيت، انزلي اتمرني. يعني. بالظبط كده. الحاجه الثالثه ان المدرب يعمل لك تقييم كل شويه. شات جي بي تي مش هيعمل ده، يشوفك انت بتستفادي من التدريب ولا لا، النظام الغذائي عامل معاكي نتيجه ولا لا. شات جي بي تي مش هيقدر يعمل ده لان هو مش متخصص او مش هو مش كائن بشري او حي يعني. طيب ايه راي حضرتك في ترند تمرين ال5 دقايق ده اللي طالع؟ مش بصي، هو للتشجيع والتحفيز حلو قوي، انما كان نتيجه لا طبعا. هو لازم نحط العضله تحت تنشن عشان يحصل تغيرات فسيولوجيه، مفيش شورت كات. عارفه انت اللي هو ساندوتش التيك اواي، اللي هو اي حاجه ساندوتش واكلها عشان الحق بالظبط كده. لا، لازم تدي للجيم وقت، لازم تتمرني بانتنسيتي على حسب الحاجات اللي احنا قلناها في الاسسمنت، ولازم تبذلي مجهود علشان يحصل تغيرات، سواء انت عايزه تزيدي في الوزن او تخسي في الوزن، تقللي الدهون، تسودي العضلات شويه، تحسني من الفتنس ليفل بتاعك، تعملي ريشيب، حاجات كتير على حسب الجول بتاعك، او تعملي اعاده تاهيل لو عندك لا قدر الله اصابه. فلازم تروحي الجيم تتمرني. احنا في اوقات كتير بنعمل فيديوهات الهدف منها تحفيزي، ان احنا نشجع الناس ان هو يبدا يعمل ايه. طب ما اروح بقى الجيم، طب ما ابدا اتمرن علشان احسن من صحتي، طيب اشوف كوتش كواليفايد وابدا اتمرن معاه عشان الاقي نتيجه. واحنا قلنا ازاي تلاقي ده. اوكي. طيب وموضوع بقى السمارت واتش اللي هو
مش معايا سمارت واتش فانا ما اقدرش اروح الجيم. هم اصلا لا، اغلبيتهم مش عارفين يستخدموها وحاطينها منظر. بالظبط. هو هي في الاول وفي الاخر هي ساعه، تمام. مش بتدينا نتائج اكيورت في الهارت ريت والكلام ده كله، وحرقت كام سعر حراري والكلام ده كله بهدف الماركتينج. فهي مش مهمه يعني تروح تتمرني مش من حاجه غير يعني من غير اساسيه عشان اروح أطبق. فتقدر تتمرني من غيرها، وهتلاقي يبقى في نتيجه مش اساسيه. مش مم. كل الناس ولا كل الرياضيين بيبداوا يستخدموها. اوكي. وفي شركات وفي حاجات كتيره جدا بتقوم برضو بنفس الكونسبت، اللي هو بيقيس لك ضربات القلب قد ايه مم. والسعرات الحراريه حرقتها قد ايه. فالناس بيبقى عندها هوس، انا عايز اشوف انا حرقت قد ايه. فطبعا ده بيشتتك، زي بالظبط لما توزني نفسك كل يوم. بس لو شخص عنده مشكله صحيه مم. لازم نشوف ضربات قلب. عشان كده لازم يكون معاه مدرب كواليفايد، اوكي. عشان الهارت ريت بتاعه ما يعلاش عن الحد الاقصى اللي هو المفروض يعلى عنه. فيقول له خلي بالك. ونبدا طبعا احنا بنشوف برضو الريستنج هارت ريت بتاعه بيقول ايه، ومع الوقت بعد ما بنديله الكارديو فاسكولار تريننج اللي هو يعمله بنبدا نشوف الريستنج هارت ريت بتاعه وصل لحد فين. فكل حاجه مبنيه على اسس علميه وتقييم علشان نشوف البلان صح ولا غلط. لو لسه مبتدئ وحابب تنزل تتمرن، ابتدي صح واكتب لنا في الكومنتس ايه الحلقات اللي حابين نتكلم فيها المره اللي جايه. مع كابتن رمضان يوسف، كوتش كاست.